عسلامة ومرحبا بكم في العدد الأول من الحدث. هذا البرنامج اللي يواكب التظاهرات في ولاية تطاوين، التظاهرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية. مرحبا بكم. واليوم الحدث في تطاوين هي الدورة الثامنة لشهر التوحد اللي تضمن جمعية آدم للنهوض بالمعاقين. ويسعدني ويشرفني يكون بحذايا خويا عمر صانون، بعث هذه الجمعية، خلينا نقول هو مؤسس هذه الجمعية. مرحبا بك سي عمر. مرحبا بك سي علي، ومرحبا بكل المتابعين الصفحة هذه. يعطيكم الصحة على اللفتة الكريمة اللي منحتوها لنا باش نحكوا على جمعية آدم وباش نوضحوا للناس شنو هي الدورة هذه اللي تقوم بها الجمعية. نعم. عندما اكتشفت مرض آدم تغيرت كل حياتك. عندما اكتشفت آدم عمره وقت آدم هو ولدك، خلينا آدم هو ولدي، يعطيك الصحة. آدم ولدي، يعني آدم اكتشفناه بعد 4 سنين. معناها أني علاش نقول لك، معناها علاش نحب نجاوب على السؤال نتاعك، مانيش مراوغ. أني آدم راهو اكتشفناه. علاش حنا الأم ديما الأم الأولية ولا الأب راهو طبيب، ولا راهي الأم هي اللي تكتشف ولدها، راهو مش طبيب. حنا آدم هزينا على 20 طبيب، هزينا على 20 تشخيص. آدم ما بيه حتى شيء، آدم ما عندوش توحد. آدم في السن الرابعة ولا في السن الخامسة وقتها اكتشفنا آدم عنده التوحد. وفي سنة 2008 و2007 و2009 كيفاش قبلت الخبر؟ تقبلتها عادي جدا، الابتلاء من عند ربي، حاجة عطاني ربي عادي جدا نخدم عليها. صحيح تغيرت، كنا في اتجاه ولينا في اتجاه، صحيح مصروف أكثر، صحيح يلزم تكلفة أكثر، صحيح يلزم أمة تلها أكثر. عادي جدا، حاجة نفرح بها عادية جدا، وفرحان جدا جدا بالشيء اللي عطاني ربي يعني. لاحظنا في الحضور، نرجع بك للدورة الثامنة هذه، فما غياب بعض المؤسسات المعنية بهذا المرض. هم المؤسسات في بعض الجمعيات زاد ذوي الاختصاص والله في ملتقى للأمانة فيه مشاركة دولية، وتبارك الله. يعني للأمانة كي نحكي على القصات الموجودة اليوم وكيفاش الناس هذه غايبة وما تستفيدش من خبرات اللي قدمتها لهم جمعية آدم على طبق من ذهب، يعني فاش نلوموا؟ احنا الدعوة وجهناها للجمعيات الكل، والمندوب الجهوي للشؤون الاجتماعية طرح السؤال على الأطراف الأخرى، معناها كرئيس قسم وكالمنسق الجهوي للجمعيات قدام السلطة الجهوية. قال علاش الجمعيات الأخرى ما حاضرة؟ سيد المندوب الجمعيات كلها وجهنا لها الدعوة، اللي باش ندق عليهم الباب ونقول لهم ربي تعالى، معناها هذايا ماهوش معقول، واللي يحب باش يستفيد له هو. معناها احنا الإفادة حاصلة والحمد لله. معناها جونا من حمامات، جونا من بنزرت، جونا من تونس، والتطاوين ما جوناش. معناها هذه نقطة استفهام كبيرة. احنا نحبوا نعرفوا بتطاوين سياحيا وثقافيا واجتماعيا شنو هي ولاية تطاوين. الحمد لله يا ربي، اليوم في اختتام التظاهر هذه الناس كلها فرحانة بتطاوين، والناس كلها وعدتني باش ترجع لتطاوين. ضيوفنا من الدول المختلفة، من الشيلي، من الأرجنتين، من ليبيا، من الجزائر، من بورتيكو، الناس كلها فرحانة بتطاوين، والحمد لله إن شاء الله ربي يوفقنا يا رب. شكرا سامر. نواصلوا مع ضيوفنا في الملتقى، ملتقى الثامن للإدماج لتنظموا جمعية آدم للتوحد. معنا ضيفة من جمهورية بورتوريكو، جنيز. مرحبا بك في تطاوين. ميرسي، يعيشك. مرحبا بك. اليوم باش نحكيو على تقييمك الجنيز للدورة هذه وتجربة جمعية آدم في مجال التوحد والاعتناء بأطفال التوحد هذوما. كيفاش لقيت أنت التجربة هذه؟ Mon expérience au l'association Adam au Tatooine c'est extraordinaire. Normalement, ma شركة هي الحكومية DCPM basée au Granada d'Espagne travaille avec beaucoup de places au El Maghreb, ma sœur, Algérie في مستقبل. mais la Inde ولا Sénégal, Mauritanie, beaucoup de places. Mais au Tunis, l'expérience c'est extraordinaire parce que ici les personnes c'est proche avec les aglavis. Les personnes ici احنا نحسوا كيما عائلة هنا في تطاوين. c'est la même expérience pour moi.
avec autres associations, le travail c'est bon et nous pouvons faire la connexion, mais avec Tatooine c'est spécial parce que ici il n'y a pas beaucoup de ressources, il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de connaissances, mais les personnes ici font plus d'efforts pour faire la qualité de vie pour les Sahara. Avec autisme, filer l'alcool, c'est un thème difficile pour différents pays, c'est un thème bizarre. Mais ici, les personnes préfèrent aider, non seulement faire une association ou une école pour les enfants, aider les parents, qui sont les personnes qui plus sensent la situation directement. Ou ici au Tatooine, la préoccupation de Mohamed, de Nashua, c'est aider les parents, aider les personnes, la communauté, les écoles, les différents professionnels. Et pour nous, c'est une situation très, très importante. Parce que aider, par exemple, à Tawa, il y a une formation 3 jours avec toutes les personnes. Mais après ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appliquer les connaissances que nous recevons ici. Ou pour 5 années, l'association Adam avec nous continue le travail. مش نهار واحد نهار 3 non, c'est continu. Et pour nous, c'est très heureux, très important. Nous arrivons de différents pays de l'Amérique latine parce que le DCPM, c'est une association, une organisation non gouvernementale de l'Espagne, où nous parlons l'espagnol parce que c'est la langue d'Espagne, où normalement les personnes de Europe ما ينهبوش جيت للبلاصة كما هكا كما تطاوين. Mais nous, au Amérique latine, c'est la même culture, c'est la même ثقافة. وهنا في تطاوين الترباي c'est spécial. نواصل سيدتي سادتي في تغطيتنا للملتقى العلمي الدولي الثامن لدمج المدرسي لأطفال ذوي الاضطراب طيف التوحد. يسعدني باش يكونوا معايا الأستاذ تركي دبش رئيس المنسق الجهوي للجمعيات بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية. مرحبا بك سي دبش. مرحبا سي علي ومرحبا بالمستمعين الكرام، وإن شاء الله نقدم لكم معناها بسطة شاملة وكاملة حول الدمج المدرسي للأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد. نعم، الدمج المدرسي كيفاش فما شروط فماش قوانين تقنن الدمج المدرسي؟ بالنسبة للدمج المدرسي هي عملية نقوم بها معناها سنوية كل قبل بداية السنة الدراسية. نقوم معناها بمراسلة مراكز التربية المختصة بخصوص الأطفال الذي تتوفر فيهم الشروط للدمج المدرسي حاملي الإعاقات بجميع أنواعها بما فيهم اضطرابات طيف التوحد. عملية الدمج المدرسي تكون معناها وفقا لجملة من الشروط، شروط تحددها معناها محددة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية. الملف يرفع من الوحدة إلى الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي. يقوم قسم النهوض الاجتماعي وبالتحديد وحدة
الوحدة الخاصة بالنهوض بالأشخاص المعاقين بإعداد ملفات النهائية وإرسالها إلى الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي بتونس، وإلى المندوبية الجهوي للتربية بتطاوين، ليتم بعدها معناها ترسيم الوليدات الوقع معناها الاتفاق على إدماجهم بالمدارس كلا حسب بالمدرسة التي تكون معناها قريبة من مقر سكنهم. ضروري جدا توفر جملة من الشروط في عملية الإدماج. الشروط هذه أول حاجة تهيئة الفضاء الذي سيستقبل ذوي طيف التوحد وإلا حامل أي إعاقة أخرى تلك، سواء معناها هي سمعية بصرية ذهنية. طبعا لازمها تكون معناها إعاقة خفيفة، معلش مش إعاقة معناها عميقة. لازم أول حاجة تهيئة المكان. مش معناها تهيئة المكان، المدرسة لازمها تكون معناها فيها معناها الخصوصيات اللي يتطلبها معناها الوليد حامل الاضطراب أو الإعاقة. ثاني حاجة أهم حاجة هي معناها لنجاح عملية الإدماج لابد من تكوين يكون شامل للمربين. هذا موجود في مدارسنا؟ والله سالي للأمانة معناها أغلبية معناها المربين هذه الحاجة معناها متاع التكوين معناها باش يتعامل مع الظاهرة هذه معناها راهو بصراحة مش موجود، ناقص. تلقى معناها سامحني هو سي تركي فما حتى شروط أخرى أبار هذا، عدد التلاميذ في القسم يظهر لي لازم يكون يعني يعفى القسم من 5 تلاميذ، يعني في عندما يكون موجود يعني طفل ذو طيف التوحد. يعني باش نحكيت لك سعلي معناها باش نكمل لك معناها في الإطار هذا من الشروط. أنا حكيت لك على الشرطين الأولين اللي هي توفر معناها الظروف نتاع المكان اللي باش يقع فيه الإدماج، والشرط الثاني هي ضرورة تكوين معناها المربين معناها تكوين معناها موجه وخاص. والشرط الثالث اللي هو معناها جاي به معناها المنشور ونتمنوا احنا معناها باش يطبق على ارض الواقع، هي معناها يقولك على وليد انت عندك مثلا في القسم عندك ولد حامل لاعاقه معناها ينقصوا لك 5 تلامذه. للامانه معناها اللي نلاحظوا فيه تو معناها ماهوش قاعد يطبق معناها الشيء هذا. ممكن راجع معناها لكثره العدد التلامذه معناها في المدارس، قله معناها الاقسام معناها اجبروا معناها المديريه نتاع المراكز الكل والمدارس الابتدائيه معناها على عدم احترام الشرط هذا، وهو شرط جوهري وضروري. معناها كي نوصلوا نطبقوا الشرط مثلا الشرط هذا معناها نجموا نلقوا اريحيه اكثر بالنسبه للمربي وبالنسبه للوليدات الاسوياء، وكذلك بالنسبه للوليد معناها حامل الاعاقه على خلاف معناها النوعيه بتاعها. دونك صعيب تطبيق الدمج حسب ما انا نشوفك. والله مستوى الاكتظاظ صعيب ياسر، نعرفوا مدارسنا كلنا صعيب باش يعني اقسام توصل حتى لل 35. سالي والله في النقطه هذه معناها كلامك صحيح. معناها اذا كان احنا ما نحترموش الشروط هي أنا شروط استحاله الشروط اما هي شوف سي تركي لو انا استحاله تطبيق هذه الشروط ايش نعملوا في الحاله هذه؟ والله الأغلبية توسي سعلي معناها اللي صاير اللي نشوفوا فيه احنا اخواننا المربين للأمانة معناها مشكورين، معناها ناس قاعدة حتى تبذل في مجهود معناها شخصي وإضافي. معناها ثم مربين للأمانة بصراحة معناها قاعدين يضحوا مع الوليدات هذوكا ومعناها كل شيء. شنو هي معناها العملية هي إذا كان احنا معناها ما نلقوش الظروف الملائمة ومعناها أنا باش نضيعوا مثلا كما نقولوا فيها الفرصة على الوليد هذاك، معناها هذه امور في الاخر نخلوا احنا الشروط والقوانين وكل شيء راهي امور انسانيه. نعمل يجب يكون اجتهاد شخصي، فهمتني؟ كي نجتهدوا احنا الناس الكل، تجتهد العائله، يجتهد المربي، تجتهد الدوله كذلك معناها باش نعيشوا في نقولوا معناها نحسن الوضعيه اكثر. احنا حبذا نحبوها، احنا نحبوا مدينه فاضله، نحبوا معناها دولتنا معناها تكون راقيه في الشيء هذا. يعني معناها ان شاء الله بقدره ربي معناها بشويه نوصلوا معناها للاهداف معناها ويكون الادماج معناها حاجه معناها
كما نقولوا فيها معناها لنصبوا اليها ونحبوها احنا بالكيفيه اللي نحبوا عليها احنا. هو فما نقطة أخرى أستاذ تركي ما جاوبتش ما حكيناش فيها، هي نقطة التنمر. توا الولاد هذوما مساكين يعني يعانوا من إعاقات ويعانوا من طيف توحد إلى آخره، وخاصة مع زملاء مختلفين. باش نكونوا واضحين، علاش ما هناش تكوين الأولاد الآخرين باش نقصوا شوية من التنمر اللي قاعد يصير بقصد او بغير قصد؟ علاش ما يكونش شما اخصائي نفساني توفر باش ما نكذبش برشا على مندوبيه التربيه، توفر الاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه في الاحاطه بتلاميذهم بزملائهم، باش الاولاد ذو طيف التوحد يقع له الاندماج بالحق. يعني مش يمشي، خاطر حكينا في الكواليس على حاله اخرى في سوسه على المراه دخلت اولادها للمدرسه، لكن زاد تفاقمت الازمه هذه. سالي انا بنداو زدنا مرض اخر. صحيح. سالي بالنسبه للوضعيه اللي حكيت لي فيها هذه نقطه مهمه جدا، مشكور معناها عنك اثرتها. بصراحه معناها تو حاليا اللي قاعد يصير في المدارس هي حكايه التنمر. انا بالنسبه لي شخصيا ديما نرجع، اذا كان نحبوا باش نقضوا عليها الظاهره هذه لازم تنطلق الحكايه هذه من العائله. كيفاش من العائله؟ العائله معناها الاولياء. انا بالنسبه للدرجه الاولى نحمل المسؤوليه الاولياء اللي عندهم وليدات اسوياء. اذا كان انت ما تزرعش في ولدك عقليه لان الوليد هذاك حامل الطيف توحد والا عنده اعاقه، هذاك راك انت وياه معناها نفرد معناها نفس معناها الانسان معناها ما يختلفش عليك، فهمتني؟ نوصلوا باش نحققوا نهار ان معناها الوليد السوي ينجم يعيش مع وليد معوق معناها بدون تنمر ركشي. بصراحه معناها اللي نلاحظوا فيه تو معناها ثم معناها نقص كبير تأثير وتوعية بالنسبة لدور العائلة. لأنه مش معقول مثلا إنسان مثلا أنا عندي مثلا وليدات أسوياء، إذا كان يسالش نجي نحكي معاه مثلا يقرأ معاه وليد ولا حتى في الطريق تقابله ويقول لك هو أول ما يسألك باش الانتباه يقول لك بابا شنو هذاك الإنسان. إذا كانك أنت ما تعطيش معناها الفكرة الصحيحة، تقول له راهو انسان عادي مسكين لا قدر الله راه تعرض لحادث شغل ولا حادث طريق ولا حاجه ورانا نعتبروه معناها اعتبره معناها انسان كذا كذا، مستحيل راهو. اما معناها يولي ياخذها الفكره هذيك ويولي معناها يرأف به ويولي معناها يحبه وكذا يحبوا بعضها. اما انت اذا كانت انت معناها هذه معناها في المجتمع نتاعنا ما راهي متفشيه بنسبه معناها ما نقولش كبيره، اما راهي متفشيه. يجي يشوف الولد هكا يسال باباه مثلا بيسال باباه يقول له هذاك معاق. معناها هي كلمة معاق هي معناها نحب ما نقولوهاش، نقول هاك معناها راهو مسكين صار له اكسيدون ماهوش معوقك، معناها بالعكس راه يفكر زيك ويمشي زيك ويقرا زيك وممكن ياسر راه حتى خير منك، ياسر راه خير منك. لأن بصراحة معناها أنا ديما نؤمن بالعقلية. إذا كان نبدلوا العقلية نتاعنا في النظر للآخر نولوا نحققوا الهدف نتاعنا اللي هو الهدف الثاني، ونكونوا عندنا إدماج ونقضوا على التنمر بالرسمي. مشكور سعلي. لأن التنمر تو حاليا في وقتنا هذا راهي ولت حاجة معناها راهي شو نقول لك تفشت بشكل كبير وبشكل رهيب. تلك صورة ما نحكوش على الإعاقة، راهو ساعات التنمر حتى في كيما نقولوا فيها على الشكل على اللون معناها على الاختلاف. سبحان الله معناها يلزمنا معناها إذا كان نحبوا ننهضوا ونحبوا نحققوا أهدافنا ونحبوا معناها نتقدم بدولتنا وكذا، يلزمنا بصراحة ننطلق معناها لازم نغيروا العقلية. أهم نقطة بالنسبة لي في أي مجال باش نوصلوا نحققوا لازم العقلية تتبدل. نعم، وهذا طبعا دور العائله. صحيح لربما العائله هذه ما عندكش المجتمع كامل سوري، حتى اليوم ما عندكش معوق، لكن لقد ربي غدوه سبحان الله. سبحان الله لازمنا نراعوا الجانب هذا. يعطيك الصحه سي التركي دبش، رئيس المنسق الجهوي للجمعيات عن الاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه. بارك الله فيك وسعد بتكونوا معنا اليوم. شكرا سالي، يرحم والديكم، وشكرا للمستمعين الكرام، وان شاء الله معناها في حلقات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله. يعطيك الصحه. نواصلوا مع ضيوفنا من المشاركات الدولية. معنا مدام سوفيا من جمهورية الشيلي. مرحبا بك مدام سوفيا. دونك سوفيا باش تحكينا اليوم على دورها ومشاركتها في المنطقة هذايا، كيفاش كانت المشاركة متاعك سوفيا في المنطقة الثامن لمنظمة أو لجمعية آدم للتوحد.
Estuve dando una charla, estoy impartiendo una charla para la conferencia acerca de la inclusión educativa de niños con autismo, ¿cierto? En su contexto escolar, pero también cómo no solo significa que tenemos que aportar desde un contexto escolar, sino cómo se aporta también desde el contexto familiar, desde los amigos, desde todo el mundo que rodea a una persona con autismo, cómo todos somos parte finalmente influyente de la sociedad educativa, pero también de la sociedad común, como todos tenemos un aporte para generar una inclusión y una equidad. هيك سيدتي سادتي نصل لنهاية هذا الموعد من الحدث. نلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة في أحداث قادمة تعيشها مدينة تطاوين. إلى اللقاء.